ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم بوصفة جديدة. معايا فرخة كبيرة اخدت منها الصدور. معايا حلة على النار ومية مغلية ضفت لها الفرخة. معايا بصل وطماطم وجزر. معايا جنزبيل كرفس وتوم وزعتر هضيفهم على الفرخة. طبعا الحاجات ديت بتدي طعم حلو اوي للشوربة. هحط التوابل. معايا حبهان، فلفل اسود، 7 بهارات، ملح، كمون، ومكعب مرق لو تفضلي. هديهم تقليبة على النار واسيبهم نص ساعة على نار هادية. انا مش عايزاهم سوا كامل. كده هعمل الوصفة التانية. معايا طاجن هضيف له شوية زيت. معايا بصلاية متقطعة هديها تشويحة خفيفة. انا مش عايزاها مستوية قوي، يعني تدبل بس. هضيف لها الفلفل سبايسي لو حابة ممكن تحط عادي. بيبقى خفيفة. واضيف لهم التومة. معايا معلقة توم صغيرة. هنا هضيف الصلصة. معايا صلصة متفرزة بس انا ضفت لها مية سخنة علشان تفك. علشان الطواجن ديت لو حطيت فيها حاجة ساقعة بتفرقع. هنا طبعا هولع الفرن. هضيف لهم البطاطس. معايا مكعب مرق. لو مش حابة يعني ما تحطيش. شوية ملح صغيرين. هنا فلفل اسود وكمون. ما بحطش توابل كتير عشان طبعا لسه بحط لها شوية شوربة عشان ادخلها الفرن. هحط معاها نص الفرخة. هنا طبعا هضيف الفراخ وادخلهم الفرن يكملوا سوا. هضيف لهم بس شوية شوربة كده عشان ايه ما تتلسعش في الفرن. نعمل تالت وصفة. معايا طاسة على النار. هضيف شوية زيت صغيرين، مكعبين زبدة. دي باقي الفرخة. صدور هديها تشويحة كده صدمة على النار. طبعا الوصفة دي لوحدها يعني ممكن تقضي يوم. بس انا عملت يعني من الفرخة عملت منها كذا وصفة. طبعا الخضار المتاح عندك في التلاجة. انا كان عندي المشروم. هضيف عليها مشروم. ده معلقة توم صغيرة. ده المشروم متقطع. هديها تشويحة خفيفة. انا عايزاه يدبل بس، يعني مش يكمل سواه. ودي بصلاية متقطعة. كل الحاجات اللي بحطها ديت يعني تاخد تشويحة خفيفة بس على النار. ملح وفلفل اسود. يعني الوصفة دي ما بتحبش التوابل الكتير. طبعا لسه هضيف لها الخضار. معايا جزر وده كرفس وجنزبيل. هياخدوا تشويحة على النار برضو معايا 5 دقايق بس على النار على ما الجزر يستوي. واخر حاجة طبعا بضيف الفلفل عشان ما بياخدش نار كتير، عشان طبعا لسه هتدخل الفرن. كده هضيف الفلفل المتاح عندك اي لون. كده طبعا اشيلهم من على النار. خلاص هما كده استووا. هحط حلة على النار واحط فيها شوية ملح
دوت كيس مكرونة. حابة تزودي زودي، يعني الكيس دوت بيملى معايا الصينية. وديت الصوص بتاع البشاميل. هضيف شوية زيت، مكعب زبدة كذا 3 مكعبات، دول 4 معالق دقيق. هديهم تقليبة على النار. واضيف لهم شوية زيت كمان عشان الدهون كده قليلة، عشان تتحرك معايا في الحلة. طبعا الكمية ديت بقى حسب أفراد الأسرة. يعني أنا عاملة الكمية ديت تكفي 7 أفراد. أنا أضيف الحليب بالتدريج أو اللبن علشان ما ما تكلكعش. هنا طبعا الشوربة فيها كل التوابل، يعني الشوربة ديت فيها كل حاجة، فما بضيفش ما بضيفش أي حاجة على على الصوص بتاع البشاميل. هنا طبعا التقل دوت بقى حسب ما تحب، يعني أنا هخليها خفيفة شوية. ودوت كريمة لو حابة تحطي أو لو متاح عندك، وجبنة موتزاريلا. نسيبهم بس يتقلوا على النار 5 دقايق وارفعها من على النار. هنا معايا صينية فرن، هحط فيها طبعا طبقة من تحت. دول شوية ملح صغيرين طبعا علشان الشوربة فيها ملح. دي بقى يعني ايه كمية بسيطة يعني، بس عشان ايه المكرونة ما تتكسعش من تحت. والمكرونة برضو هضيف طبقة خفيفة. هنا هحط شوية صوص كمان. هنا بقى افرد الفراخ. صينية المكرونة ديت يعني ممكن تبقى وجبة لوحدها جميلة جدا. هنا اضيف شوية صوص كمان وبقية المكرونة هضيفها معاها. طبعا الفراخ بالبطاطس في الفرن هضيف الصينية ديت معاها. سوي الأطراف كده كلها علشان كلها تكون متساوية. هدخلها الفرن تاخد تشميعة بس، طبعا كل حاجة مستوية. دول هعمل شوية رز صغيرين كده طبقين، معايا شوية زيت، معلقة سمنة. هنا هحط الشعرية. أحمرها طبعا تحميرة كويسة علشان لما بتبقى فاتحة الرز بيعجن منك، لازم تديها لون حلو ذهبي كده. ما تنسونيش باللايك والشير يا حبايبي والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. كده اضيف الملح والرز، تاخد تقليبة بس يعني شوية على ما المية اللي في الرز تروح. وبعدين كده هضيف لها الشوربة. شوربة الفراخ ديت جميلة جدا. ودي طبعا تالت وصفة معانا بواقي الفرخة. بعملها كده عشان الأولاد بيحبوها بالطريقة دي. كده طبعا هديهم بس صدمة كده على النار، يعني ياخدوا لون خفيف. واضيف لهم بقى الصوصات. اي صوص متاح عندك. انا ضفت ليمون، ودي توابل برياني، معايا كاتشب حار، وده صوص الاندومي. اللي معترض ما يحطش طبعا. وده صويا صوص فاتح. هقلبهم مع بعض وهضيف لهم اخر حاجة
صلصة الطماطم. هسيبهم ياخدوا بقى ايه مع نفسهم كده يعني، اول ما يشربوا الصوصات ديت هقفل عليهم. كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص. نقدم بقى ديت الفراخ بالصوص، جميلة جدا. ممكن تاكليها مع مكرونة، ممكن تاكليها بالعيش، يعني زي ما تحب طبعا. ودي الرز وصينية البطاطس بالفراخ، جميلة، ممكن تبقى وصفة لوحدها. ودي اخر حاجة طبعا المكرونة. ما تنسوش بلايك. مع السلامة.